هو أنا أصلا لازم أضع أهداف للسنة الجديدة؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب السنة الجاية تكون سنة كلها نصر وعزة ونجاح لينا جميعا. في بداية كل سنة بيبقى فيه كلام كتير عن وضع خطط وأهداف للسنة الجديدة، وناس بتبدأ تراجع هي حققت ايه ومحققتش ايه، وبنلاقي ناس بتقول أنا لسه أصلا محققتش أهداف 2019. وبيجي سؤال، هو أنا أصلا لازم أضع أهداف للسنة الجديدة؟ الفكرة العامة في وضع أهداف السنة مش لازم تكون أهداف دقيقة 100%، ولكن هو وضع اتجاه عام للسنة الجديدة في أهداف وفي مجالات أنا عايز أحقق فيها. يعني مثلا أحط اتجاه عام للسنة إنه هيكون اتجاه تعميق علاقتي بأسرتي، أو اتجاه عام إن أنا عايز أحسن في صحتي، أو إن أنا أكتسب مهارات أو شهادات معينة في مجال تخصصي. لأن من غير وضع اتجاه عام للسنة هلاقي نفسي بمشي في اتجاهات عشوائية وهحقق أهداف عشوائية. فبمجرد ان انا وضعت اهداف عامة للسنة هلاقي ان في طريق واثنين وثلاثة بيفتحوا قدامي، وحتى لو في طريق وقف اقدر افتح طريق تاني، او في طريق تاني هيفتح قدامي. اهداف السنة مش لازم احققها 100%، ولكن لو حققت 70-80% في الاتجاه العام اللي انا حطيته بيكون احسن بكتير من ان انا ما كنش مشيت في طريق ولا اتجاه محدد. فمن النهاردة ابدأوا حطوا اتجاه عام للسنة اللي داخلة ان شاء الله، والفترة اللي جاية هنبدأ نتكلم عن ازاي نضع اهداف اكتر واقعية وتكون قابلة للتحقيق ان شاء الله.